بكروا بالتسجيل عبر العميد سفيان المسرار بتسديدة رائعة. بعد ذلك العناصر الوطنية استغلت الخروج الخاطئ لحارس منتخب ليبيا، واللاعب يوسف جواد يضيف ثاني الأهداف. أما الهدف الثالث فجاء على طريقة الكبار من رجل اللاعب بلال البقالي. وقبل نهاية الشوط الأول أنس العيان يختم المشهد الأول بتسجيله للهدف الرابع في مرمى منتخب ليبيا. الأهداف تواصلت خلال المشهد الثاني، والعميد سفيان المسرار يسجل الهدف الخامس للنخبة الوطنية. الأخيرة لم تستسلم وعادت لتسجل الهدف السادس من رجل المتألق بلال البقالي. بالأداء والنتيجة ضمن أسود الفوتسال مكانا بكأس العالم المقبلة بعد تحقيق التأهل إلى نهائي كان المغرب، ليضرب موعدا قويا أمام منتخب أنغولا المتأهل على حساب منتخب مصر.